الفيديو ده بعنوان تاكل ايه لو قاعد مع صاحبك في الكافيه. عمرو انا جعان وبفكر اطلب اكل، اطلب لك معايا؟ لا 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 انا مش هاكل، اطلب لوحدك. متاكد يعني يا عمرو؟ علشان ما اجيبش اكل وفي وسط الاكل تقول لي انا عاوز اكل. عموما انا هجيب اكل كتير. فقال لي اعمل اللي انت عاوزه يا سندباد، بس انا بقول لك مش هاكل يعني، انا عارف نفسي. تمام تمام براحتك. وصل الاكل اللي كنت طالبه من مطبخ اسمه الحاجه اللي موجود في بنها، وبيعمل بيتزا وفطاير واصناف تانية متنوعه. مطبخ الحاجه شغال طلبات دليفري بس لاي مكان داخل بنها واجوارها، فعرفتهم ولما كنا قاعدين اتصلت بيهم وطلبت اكل بالزياده علشان عمرو لو جاع فجاه. وقلت لعمرو انت متاكد انك مش هتاكل معايا؟ قال لي لا 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 يا سندباد مش هاكل. قلت لك مش هاكل، براحتك انت الخسران. قبل ما افتح ونشوف طلبت ايه كنت مبسوط بشكل الباكجينج او التغليف بتاع الاكل، كان شيك ومحترم. تعالوا بقى نشوف الكلام على ايه. وبسم الله هنفتح اول علبه، واللي كان فيها بيتزا ايطالي تشيكن ميكس رانش وتكساس صوص. حجمها كان كبير وسعرها كان 120 جنيه. حجم البيتزا ما شاء الله كان كبير وملحوظ، عليها قطع الفراخ الكريسبي وكميتها كانت كبيره. وقبل ما اسحب اول مثلث خطفت قطعه فراخ ادوقها لوحدها علشان ادوق طعم التتبيله، ولقيتها جميله. بعدين سحبت المثلث الاول وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. وكانت بدايه مبشره وطعم البيتزا عجبني. ببص على عمرو لقيته قاعد بيبص عليا من تحت لتحت كده، وقلت له حاسك عاوز تاكل معايا يا عمرو، كل كل. قال لي لا 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 انا عارف نفسي مش جعان. قلت له براحتك، واكمل انا بقى على باقي المثلث. وكانت عجباني البيتزا قوي واديتها لايك. بعدها لقيت عمرو بيقول لي بقول لك يا سندباد ينفع اجرب؟ قلت له ماشي اتفضل يا عمرو. وقال هجرب بس. قلت له يا مسهل لما نشوف التجربه بتاعتك دي هتودينا على فين. وسحب اول مثلث علشان يدوق، ولما داق بص لي وقال لي ممكن اكل معاك؟ تاكل معايا ازاي يا عمرو؟ انت قلت انك هتجرب بس. فقال لي يا سندباد الموضوع طلع حلو قوي. انا كنت عارف يا عمرو، كل كل. وكمل على باقي المثلث وكان مبسوط وقال لي البيتزا الايطالي حلوه قوي جمدان. ونخش بعد كده على تاني حاجه، واللي كانت فطيره شرقي مشكل لحوم. حجمها كان كبير وسعرها كان 110. واضح كده ان مطبخ الحاجه احجام البيتزا والفطاير عندهم كبير بزياده. هسحب اول مربع وافتح والاقي الحشو باين اكتر حاجه فيه اللحمه المفرومه والبسطرمه بكميه مناسبه، ومن فوق الوش الجبنه الموتزاريلا والزيتون. ولما دقت الفطيره الطعم عجبني، بس كان في ملحوظه بسيطه هنقولها بعد ما عمرو يدوق ونشوف هيلاحظها ولا لا. سالت عمرو تدوق؟ قال لي عادي. قلت له عادي بقى، انت مش جعان قوي انا عارف يعني، جت على الشرقي خش بالف هنا. ولما ده قال لي عندك حق، بس هنقول لكم في الاخر الملحوظه البسيطه دي ونكمل ونشوف بقى. كنت جايب ايه كمان؟ باكت بطاطس كبير بالجبنه، وده سعره كان 30 جنيه، مع انها بردت مننا شويه بس كانت حلوه وتوابلها تمام، وكلنا منها كتير. وهنفتح بقى اخر صنف واللي كان بريتو ساندوتش، وده عباره عن ساندوتش معمول بعجينه مخصوصه وجواها الحشو. كنت طالب بريتو ساندوتش بالفراخ المشويه، بيكون معاه البطاطس المقليه وسعرها كان 70 جنيه. الساندوتش بيكون جاي متقطع. كنت عاوز افتح اشوف الحشو بس ما عرفتش، علشان كانت الفراخ المشويه مع الجبنه دايبين مع بعض قوي من جوه، وشكل الساندوتش بيبشرنا انه هيبقى حلو. وفعلا لما دقت عجبني البريتو. ولقيت عمرو بيفاجئني وبيقول لي بتاكل ايه يا سندباد؟ قلت له بريتو يا عمرو. قال لي ادوق؟ قلت له دوق. ومسك قطعه وعصرها وعلى بقه وصلها، وعجبه برضه البريتو. كان عاجبنا جدا، بس لو كانت البطاطس في باكت جانبي مش مع الطبق كانت هتبقى اجمد. بس ما علينا، طعمها وهي طريه ساعات بتعجبني. وفي النهايه حابب اقول لكم ان مطبخ الحاجه تجربته بالنسبه لي كانت حلوه وعجبتني انا وعمرو. عجبنا اكتر حاجه البيتزا الايطالي بشكل عام مع الصوصات التكساس والرانش، بعدها ساندوتش البريتو، وبعده الفطيره الشرقي. الملحوظه ان البسطرمه اللي كانت على الفطيره محدقاها شويه، علشان دي كانت بسطرمه قديمه حادقه، فبصراحه ما عجبتناش بسبب ملوحه البسطرمه. لكن طعم الفطيره مع الحشو كان حلو. كان ناقصها بسطرمه دلعه شويه، بس غالبا دي هتعجب الناس اللي بتحب الحادق، خصوصا البسطرمه القديمه. والمره الجايه نبقى نجربها بنوع مختلف من الحشو. الاسعار مناسبه جدا، خصوصا كمان ان حجم البيتزا والفطيره وساندوتش البريتو كانوا كبار. والحمد لله اكلنا وانبسطنا انا وعمرو. ممكن تطلبوا اكل تجربوه من مطبخ الحاجه لو انتوا قاعدين في كافيه مش بيقدم اكل، او على البحر مثلا، او في البيت حتى، وتقولوا لي رايكم بعد التجربه. واللي جرب مطبخ الحاجه قبل كده يقول لنا برضو رايه في تعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. هسيب لكم كل التفاصيل بخصوص مطبخ الحاجه في التعليقات. واخر حاجه ما تنسوش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.